يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده احنا في محل لابوم عشان نجيب كل اسعار الكحك والبسكوت والبيتي فور. اول حاجه معانا هي البسكوت كان سعر الكيلو 160 جنيه. وبعد كده الكحك العجميه سعر الكيلو منه 170 جنيه. ودلوقتي هقرب كمان على السعر اهو. الكحك العجميه ب 170 جنيه، ممكن تدوقوا يا جماعه على فكره. والبسكوت البيتي ب 160 جنيه. بعد كده برضو ده بسكوت بيتي برضو ب160 جنيه، وعنده هناك بسكوت بالقرفة وبجوز الهند برضو ب160 جنيه. بعد كده عندنا الكحك السادة بالسكر الكيلو ب175 جنيه. اما ديت الغريبة السادة الكيلو ب180 جنيه، غريبة سادة من غير مكسرات ب180 جنيه. بعد كده الكحك الملبن الكيلو منه ب170 جنيه. وبعد كده معانا المنين العجوة كان سعر الكيلو 140 جنيه. وبعد كده سعر الغريبة السادة الكيلو ب180 جنيه. بعد كده بسكوت البرتقال بس هو شكله مدور برضو سعره ب160 جنيه. وهنا برضو كان معانا بسكوت مربى برضو الكيلو ب160 جنيه. ومنزلين انواع كتير اوي من بسكوت بالمناسبة. وكمان البسكوت اللي هو بالقرفة الكيلو ب160 جنيه. في انواع كتير اوي من بسكوت كلها سعر موحد 160 جنيه. المنين السادة برضو سعره 160 جنيه الكيلو. بسكوت جوز الهند برضو سعره 160 جنيه. دي بقى اطباق مشكلة، يعني مثلا دوت طبق بوتي فور لوكس بس اكتر من كيلو سعره 202، اكتر من كيلو ب150 جرام. البوتي فور اللوكس الكيلو الواحد ب175 جنيه. ودي كل اشكاله، تختاري الشكل اللي انت عايزاه. في منه اشكال كتير جدا، يعني منوعين قوي في الاشكال البوتي فور اللوكس. سعره يا جماعة 175 جنيه للكيلو. بعد كده بقى في عندنا بسكوت علبة. احنا سألناه وزنه قد ايه، قال نص كيلو سعره 65 جنيه. في بقى اطباق من البيتي فور بتبقى جاهزة كده بس اغلى شوية. وفي برضو عنده كحك سادة بدون سكر سعر الكيلو ب187 جنيه. وعنده علب مشكلة بيكون فيها بيتي فور وكحك وبسكوت، في منها ب275 جنيه. اغلب العلب اللي كانت موجودة كانت ب275 و276. والعلبة اللي تحت دي مش عارفة هتشوفوها ولا لأ، دي كان سعرها 150 جنيه بس عشان صغيرة. هنا برضو لقيت العلبة المشكلة موجودة بس بشكل اوضح، حبيت ان انا اصورها لكم تاني. دي مثلا كانت ب276 واللي جنبها ب150 جنيه. وديت علبة لابوم البسكوت، وفي برضو تحت علبة نواعم مشكلة. يعني كل الحاجات موجودة من اول نص كيلو، كيلو، 2 كيلو. تقدري تختاري الكمية اللي انت عايزاها. وكمان مسموح ان انت هناك لو اي حاجة عايزة تدوقيها بيدوقوكي، مفيش اي مشكلة يعني. دي كانت كل الاسعار الموجودة في لابوم. واخر حاجة معانا كانت كيلو كحك عين الجمل سعره 280 جنيه. وكده احنا خلصنا لابوم ويلا بينا على مونجيني. ودلوقتي كنا وصلنا لمونجيني وهنبدأ نقول اسعار الكحك والبسكوت فيه. كان كل اللي عنده علب مغلفة نص كيلو وربع كيلو فقط. اول حاجة نص كيلو الكحك السادة كان ب85 جنيه اللي ظهر لكم في الكاميرا. وبعد كده في عنده برضو ربع كيلو كحك سادة ب45 جنيه فقط. اللي هو كان ب85 جنيه دوت كحك مكسرات يا جماعة. وكمان كان عنده ربع كيلو كحك عين جمل ب60 جنيه. وعنده ربع كيلو كحك عجمية ب50 جنيه. وربع كيلو ملبن أو عجوة ب45 جنيه. وربع كيلو كحك فستق ب75 جنيه. كل العلب اللي عنده كانت نص كيلو وربع كيلو. يعني مثلا ربع كيلو كحك عين الجمل كان ب60 جنيه. اي نص كيلو بوتي فور كان ب100 جنيه. سواء بقى اخترتي بوتي فور ابيض، بوتي فور شوكولاته، بوتي فور مشكل. بعد كده نرجع للغريبه، كان ربع كيلو غريبه الساده ب45 جنيه. والربع كيلو الغريبه المكسرات ب65 جنيه، يعني فرق 20 جنيه. دي اللي هي الغريبه المكسرات، كلها كده علب مغلفه. بس ما سألتش ينفع تدوقوا ولا لأ، لأن في لابوم هو عزم علينا أول ما دخلنا إن احنا ندوق. بعد كده برضو دي كلها كانت شكل العلب اللي هي نص كيلو. حبيت بس ان انا اصورها لكم في الاخر عشان تشوفوا الحجم كويس، وهي كلها 500 جرام. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولنا ايه رأيكم في الكومنتات. السلام عليكم.